المطبخ الصيني معروف باكلاته اللذيذه ووصفاته السريعه جدا. النهارده هنعمل سويت اند ساور تشيكن، وصفه كده فيها مزيج ما بين الحلو والحادق، وهنعملها كمان احلى من المطاعم واوفر بكتير. يلا بينا. اول حاجه هنبدا بالخضار بتاعنا، وهو هيبقى عباره عن بصل ابيض وفلفل الوان. هنقطعهم كلهم قد بعض مربعات كده كبيره شويه، وبس كده هنحطهم بقى في طبق ونشيلهم على جنب. نيجي للفراخ هنقطعها برده مكعبات زي ما انتم شايفين كده، وناخدها على بوله ونتبلها بملح وفلفل، بصل وتوم بودره، جنزبيل باودر، وشويه صغيرين من الخل، ونقلبهم كده مع بعض ونشيلهم على جنب. ونروح نحضر خليط التغطيه اللي هنغلف بيه الفراخ، عباره عن دقيق ونشا وشويه ميه لغايه ما يوصلوا للقوام الكريمي اللي انتم شايفينه ده. وهنقلب فيه الفراخ ونغطيها كويس علشان تبقى جاهزه على القلي، ونكسب وقت عقبال ما الفراخ تتقلي. ونحضر الصوص بتاعنا عباره عن سكر، بابريكا، توم مفروم، صويا صوص، كاتشب، شويه صغيرين من الاويستر صوص ده اختياري، وهننزل عليهم برشه ملح وشويه خل. نقلبهم كويس ونشيلهم على جنب. وهنا الفراخ اللي قلتها على نار متوسطه لغايه ما تاخد اللون الذهبي ده، وهتلاقوها مستويه من جوه زي الفل. نيجي بقى لاخر خطوه، هنجيب بوك فيها شويه زيت وننزل بالخضار نشوحه شويه، وبعد كده ننزل عليه بالصوص، وهنزود شويه من النشا متدوبين في ميه علشان يدينا صوص تقيل زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده ننزل بالفراخ، وبس كده اكلتنا اللذيذه بقت جاهزه. هنديها رشه سمسم وبصل اخضر. انا متاكده الوصفه دي هتعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير، وبالف هنا وشفا.